السؤال بقى اللي لازم أسأله لنفسي، هو نظام الحكم في مصر كان عامل ازاي والحملة الفرنسية جاي؟ يعني وضع المجتمع كان عامل ازاي؟ وضع المجتمع من حيث النظام الاقتصادي، الزراعة، الصناعة، التجارة كانت عاملة ازاي؟ كمان من حيث النظام الاجتماعي، طبقات المجتمع، مين اللي بيحكم ومين اللي بيتحكم؟ كل ده هنعرفه. وكمان النظام السياسي، نظام الحكم كان عامل ازاي؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض واحدة واحدة. يلا بينا. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد بكل ما يتوقع. تعالى بقى نكمل في النظام الاقتصادي، يعني الزراعة والصناعة والتجارة. أول حاجة هتكلم في الزراعة. الزراعة، الأرض الزراعية كانت ملكيتها للدولة العثمانية اللي هو السلطان العثماني. تمام. السلطان العثماني ده كان بيدي الأرض لمين؟ للفلاح، ويقول له بص، أنا هخليك تزرعها، في مقابل ده هتديني الضريبة وانت هتنتفع بيها. يعني مثلا لو انت هتزرع الأرض هتطلع منها 100 جنيه، فأنا هاخد 50 أو 60 جنيه وانت الباقي ليك هتنتفع بيه. كويس جدا. طيب، في طرف تالت كان بيتوسط العلاقة دي ما بين الفلاح وما بين السلطان العثماني. الطرف ده اسمه الملتزم او الملتزمين. دي طبقة من الاثرياء، من الاغنياء، كانوا بيقعدوا في مزاد ويبتدي ان الارض بقى تتباع، او تبتدي ان الارض تتعرض عليهم وهم يدفعوا للسلطان العثماني ويبتدي ان هم ياخدوا الارض ويباشروها. طب ببلاش كده؟ لا، السلطان العثماني قال لهم مقابل ان انتوا هتباشروا الاعمال وهتوصلوا لي الضريبه، انا هديكوا ارض معفاة من الضرائب، مش هيدفع عليها ضرائب، اسمها ارض الوصية. فمعنى كده، عشان ما نتوهش من بعض، ان السلطان العثماني الارض كانت ملك ليه، الفلاح بيزرعها مقابل حق الانتفاع. الطرف الثالث في العلاقة وهم الملتزمين. الملتزمين دول كانوا بيتوسطوا العلاقة، ومقابل ان هم بيلموا الضريبة، تمام، كانوا بياخدوا ارض معفاة من الضرائب اسمها الوصية. الارض دي معناه ان كان في ملكية فردية. ده مين اللي كان بيحصل على الملكية الفردية دي؟ الملتزمين. تعال اكمل لك بقى. الملتزمين دول ما كانوش بيلتزموا بالضرائب ان السلطان بيقولها. يعني السلطان مثلا يقول لهم لموا 50% من المكسب، طبعا هم عشان يحققوا اعلى ربح فكانوا يلموا من الفلاح 90%، 80%، ويحطوا الباقي في جيبهم، ويروحوا يوصلوا الكلام ده للسلطان ان هم اتفضل ال50% اللي انت طالبهم، الباقي بقى ده انا هاخده. السلطان العثماني ما كانش يعني بيركز في الكلام ده، اهم حاجه الضريبه اللي انا قلتها انا خدتها. حلو قوي. فمين اللي كان واقع عليه الظلم بقى؟ طبعا الفلاح. فعشان الظلم اللي كان واقع عليه ده ما كانش بيستمر في زراعة الأرض، كان بيشوف أي شغلانة تانية. طيب، بجانب ده إن الدولة نفسها كانت مهملة للأرض الزراعية، يعني ما كانتش بتهتم بإن هي تعمل جسور مثلا عشان تحمي الأرض الزراعية من الفيضان. فكل العوامل دي خلت الأرض الزراعية مش بتشتغل، الأرض الزراعية مش بتتزرع، مش بيزرعها الفلاح بسبب الكلام ده كله. ده بالنسبة للزراعة. نيجي نتكلم بقى في تاني عنصر وهو عنصر الصناعة. كده الزراعة احنا عرفنا ان هي متدهورة، بالنسبة للصناعة نفس الكلام برضو متدهورة. طب ايه بقى الاسباب؟ طيب، لازم تعرف ان الصناعة كانت بسيطة يدوية، ما وصلتش لمرحلة ان هي تبقى آلية زي قارة اوروبا. طيب، يعني صناعة غسل ونسيج، صناعة الدباغة، صناعات كلها بسيطة. طيب، الصناعة دي كانت ماشية ازاي؟ مجموعة مثلا من التجار، مجموعة من السباكين، كانوا بيختاروا واحد ممثل عنهم يسموه شيخ الطائفة، وليكن مثلا شيخ الطائفة النجارين. شيخ الطائفة ده كان بيتكلم باسمهم، يعني هو حلقة وصل. حلقة وصل مع مين؟ مع الحكومة. يعني هو كده في النص بيوصل الكلام بتاع التجار للحكومة، بيوصل الكلام
بتاع مثلا النجارين للحكومة. فمعنى كده ان هو دوره متشابه مع مين؟ مع الملتزمين. مع الملتزمين برضو كانوا مفروض ان هم حلقة وصل ما بين الحكومة وما بين الناس اللي هم المزارعين. دول برضو حلقة وصل، ده شيخ الطائفة ما بين مين؟ ما بين الطائفة نفسها، سواء كانوا نجارين سباكين، وما بين الايه؟ الحكومة. تمام كده؟ طيب، كانت الصناعة يدوية بسيطة بدائية، ما وصلتش لمرحلة الايه؟ التطور والحداثة بتاعة قارة ايه؟ اوروبا. نيجي بقى نتكلم في التجارة. والتجارة دي احنا يعني هنقسمها لنوعين: تجارة خارجية وتجارة داخلية. التجارة الخارجية يا صديقي كانت متدهورة. طب بسبب ايه؟ بسبب الكشوف الجغرافية اللي حصلت. لو انت فاكر ان مصر قبل ما تبقى تحت الحكم العثماني كانت تحت الحكم المملوكي. ولو انت فاكر برضو ان جم ناس اسمهم البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. طب ما تديني كده الدنيا كانت ماشية ازاي؟ يعني كانت التجارة الاول بتمر عن طريق مصر، تمام؟ اللي جاي من قارة اوروبا ورايح اسيا بيعدي على مصر وبيدفع الضريبة، والعكس صحيح، اللي جاي من اسيا ورايح اوروبا برضو بيعدي على ايه؟ مصر. ما هي مصر بتتوسط قارات العالم، تمام؟ فجم ناس بقى في القارة الاوروبية اسمهم البرتغاليين، تمام كده؟ عملوا ايه؟ عملوا او اكتشفوا طريق حوالين افريقيا، انت عارفه، اسمه طريق رأس الرجاء الصالح، تمام قوي. فبالتالي خسروا مصر مبالغ طائلة جدا، وقللوا حجم المعاملات التجارية. ما بقتش الدول الأوروبية بتعدي من عندك، فبقت الدول أو بقت علاقات مصر بدل ما كانت عالمية بقت محلية محدودة. يعني في الشمال البحر المتوسط، دول البحر المتوسط زي الجزائر والمغرب، وفي الجنوب زي دولة السودان وبلاد الحبشة وبلاد اليمن وبلاد العرب اللي هي علاقتها بشبه الجزيرة العربية. كأني بقولك التجارة بقت شمال جنوب جنوب الشرقي، تمام؟ فالعلاقات التجارية بقت منحسرة ومتدهورة، تمام كده؟ طيب، معنى كده ان التجارة الخارجية تدهورت او تقلصت بسبب الكشوف الجغرافية الأوروبية، تمام كده؟ حلو قوي. نيجي نتكلم بقى في التجارة الداخلية. لازم تعرف ان التجارة الداخلية دي تدهورت او كانت مش مزدهرة لعوامل كتير جدا. طبعا كان في خناقات ما بين الفرق العسكرية اللي هم المقصود بيهم المماليك. المماليك كانوا بيتنازعوا على الحكم. يا مستر، هو انت مش قلت لي اللي حاكم دلوقتي الدولة العثمانية؟ ما هي الدولة العثمانية كانت معتمدة على المماليك لخبراتهم في إدارة الشؤون الداخلية، كأنهم محافظين كده، المحافظ دلوقتي، تمام؟ ودي كانت غلطة هنعرفها بعد كده، ومش بعد كده، ده بعيد دلوقتي، ان هم غلطوا. مين اللي غلطوا؟ الدولة العثمانية، ان هم اعتمدوا على مين؟ على المماليك في وقتها، هنتكلم عنها. طيب، نتكلم بقى في التجارة الخارجية. التجارة الخارجية او التجارة الداخلية. التجارة الداخلية كانت متدهورة اول حاجة قلنا بسبب النزاعات ما بين الفرق العسكرية. كمان ما كانش في امن. ليه ما كانش في امن؟ كان في غارات دايما متلاحقة على طول بتحصل من البدو. اي قافلة تجارية معدية يجوا البدو في الصحراء كده يروحوا هاجمين عليها واخدين كل الخير اللي فيها، تمام كده؟ طيب، بعد كده من الاسباب برضو ان كان في اختلاف ما بين العملة من مكان لمكان. يعني العملة ما كانتش ثابتة، في ناس بتتعامل في جانب او في حتة بالورق، وناس تتعامل بالفضة، وناس تتعامل بالذهب، على حسب طبعا كل منطقة بتتعامل بعملة معينة. طبعا ما كانش فيه ذهب، تمام؟ يعني فضة، ورق، كل ده ادى لاختلاف حاجة اسمها كمان المكاييل والموازين. يعني كل منطقة كانت بتوزن بميزان مختلف. في مثلا منطقة بتوزن بحاجة اسمها الرطل، في منطقة تانية توزن بالكيلو، في منطقة تانية توزن بميزان مختلف خالص. فكل الاختلافات دي خلت يحصل اختلاف في التجارة او تدهور في التجارة الداخلية. قيس على ده بقى ان التجارة عموما كانت متدهورة الداخلية بسبب الامتيازات اللي منحتها الدولة العثمانية او الباب العالي. الدولة العثمانية هي نفس المسمى الباب العالي، هي تركيا،
تمام، اللي مقرها الاستانه. فالدوله العثمانيه دي كانت بتدي امتيازات للتاجر الاجنبي على حساب التاجر المصري. طب ما تديني مثال كده. يعني مثلا البضاعه دي انت كتاجر اجنبي مش هتديني عليها ضريبه غير حاجه بسيطه جدا، تديني انا كدوله عثمانيه. طب التاجر الاجنبي نفس البضاعه دي هتدفع عليها مبالغ كبيره جدا، فبالتالي انت كتاجر اجنبي هتبيع الحاجه بسعر رخيص، فيبقى عليك اقبال كبير جدا. طب التاجر المصري هيبيع بحاجه غاليه او بسعر غالي. ليه بسعر غالي؟ لان هو بيدفع ضريبه غاليه جدا. فبالتالي كان في تحيز من الدوله العثمانيه لمين؟ للتجار الاجانب في مصر. ودي حكايه النظام الاقتصادي. طب يلا بقى بينا ناخد النظام الاجتماعي اللي هو بنتكلم فيه على طبقات المجتمع. يلا بينا. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد بكل